السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ورجعت في فيديو يا رب كده ايه تستفادوا منه اي حاجة ويعجبكم، وتحطوا لنا اللايكات والاشتراكات وتفعلوا لنا الجرس وايه وعيلتنا تكبر بيكم ان شاء الله. دلوقتي انا كنت بعلف في الطيور فلقيت ايه في مشكلة كده عندي، بس بقى ايه انا بقالي فتره ما لقيتش بيض عند الفراخ، بس ما اعرفش بقى ان انا مش لاقيه بيض عند الفراخ عشان هما بياكلوه ولا هما قاطعين بيض. في تلك الحالات انا هعالج المشكله ايه كانهم مشكلتين، لان وانا بعلف الطيور شفت بيضه بس بيضه بطه. لقيت البطه جريت عليها كلتها على طول، يعني مش الفرخه اللي جريت عليها. فكده يعني ايه بدأت اقلق ان ممكن يكون فيه هما بيبيضوا والبط او الفراخ بتاكله. فهعمل ايه؟ طبعا انا كنت قبل كده قايله لكم في الفيديو، كنت عامله فيديو قبل كده بتاع ازاي تعالج الفراخ لو هي بتاكل البيض عندك، ان انت تجيبي لهم صدف. هقوم دلوقتي اوريكم حاجه. بصوا الصدف اهو في الطشت الصغير ده، انا حاطه وحطيت عليه شويه علف صغيرين عشان خاطر ان هم ايه يروحوا ياكلوا فيه. تمام. بس برضو هوريكم حاجه تانية انا بعملها. انا الصدف ده ما بستغناش عنه خالص، فعشان ان انا اقطع الشك باليقين بقى اشوف هما بياكلوا ولا ما بياكلوش، برضه هوريكم حاجه تانية غير موضوع قص المنقار يا جماعه. انا قصه كده كده مناقيرهم برضه بياكلوا البيض. تمام. فهشوف برضه هوريكم حاجه تانية بعملها برضه لموضوع اكل البيض ده. خلاص. بس حبيت ان انا اعرفكم ان لو ما جربتوا موضوع الصدف وما نفعش معاكم، الحل التاني ده كده كده ما بستغناش عنه، سواء بياكلوا او ما بياكلوش دايما حاطه ليهم. تمام. دايما انا حاطه ليهم هناك اهو في الطبق، فتاكد اللي راحت تاكل منه هي دي اللي بتاكل البيض. واصلين؟ يعني دي انا كده ايه اختبار تست بعمله، لو الفراخ بتاكل البيض هتروح تاكل من الطبق ده. واخدين بالكم؟ شايفين؟ فتعالوا بقى اوريكم احنا هنعمل ايه. دي كده البيضه اللي انا كنت بقول لكم اللي هم رايحين عليها عشان ياكلوها. بصوا مكسوره اهي من هنا كده، مش عارفه واخدين بالكم منها ولا ايه. اهي كده. تمام. طب انا كده كده خلاص مش هستفاد بيها، فهحاول اقول لكم تعالوا نعمل بيها ايه ونتصرف ازاي مع بعض لو ايه عايزه تعرفي عندك فراخ بتاكل ولا ما بتاكلش. تمام. يلا بينا. المشكله يعني انت دلوقتي البيض غالي وكمان ما فيش بيض، يعني ان هما بياكلوا بيضه ويسووا لك بيضه وما فيش خالص. طب اعمل ايه؟ وفي نفس الوقت انت العلف غالي، فكان لما بيبقى في بيض ببيع البيضه عشان اجيب بيه علف. دلوقتي خلاص ولا انا عارفه هما بيبيضوا ولا قاطعين، فهحاول اعالج مشكله ان هما لو كانوا بياكلوا البيض. وان شاء الله في الفيديو هنزل لكم فيديو قريب نوريكم ازاي ايه ننشط عندهم عنقود البيض، وعشان يبيضوا معانا بسرعه تاني ويرجعوا ما يقطعوش ويطولوا في ايه في الموضوع قطع البيض ده. بصوا يا حبايبي، ده كده ايه المكون اللي احنا بنقول عليه اللي هو الجير. الجير دي الشكاره صغيره كده قيمه 3-4 كيلو وبيتباع في شكاره. هوريها لكم برضو ب8 جنيه. تمام. كنت الاول بجيبها ب5 بس حصلت الغلا كمان، دلوقتي بجيبها ب8 جنيه. كده كده ما بستغناش عنها. ليه؟ الجير ده حلو لكل حاجه. وتاكدي ان الفرخه اللي بتروح او البطه اللي بتروح تاكل من الجير هي اللي بتاكل البيض. ماشي؟ عشان ايه؟ نقص الكالسيوم اللي عندهم. طب البيضه دي بقى يعني هتروح كده هباء؟ لا مش هتروح هباء. هنعمل ايه؟ هنكسرها كده. استنوا هكسرها واوريكم. كده بقى ايه كسرت البيضه عليها. تمام. على الجير، فهحاول ان انا اقلبها كده. تمام. مع الجير كده. ماشي. دي كده نخليها برضو نسيبها زي علامه ليهم برضو ان هم يجوا ياكلوا. كده كده انتوا شفتوا يعني في كام فرخه ويجوا اكلوا منها فهياكلوا. تمام. طب بتقلبي ليه كده يا ام ندى؟ عشان يجوا على ريحه البيض. خلاص. هحطهم كده. هبدا انزلها واللي هتيجي عليها هي اللي هتاكل. تمام. انا عايزه بس اللي مش هتيجي عليها هي دي ما بتاكلش. فاعرفوا شوفوا البط بدا يبعد، واللي هتاكل هتاكل سواء كان بطه ولا فرخه.
هتاكل وتكتفي لحد لما ان شاء الله مش هتاكل تاني يعني مش هتروح على البيض تاني. معلش ان كانت الحته متبهدله كده عند الطيور. كل اللي متابعني طبعا على القناه عارف الظروف اللي عندي، ان انا كمان مش مهيئه ان انا حتى امد ايدي حتى في البيت. بس بقى حبيت بس ان انا اصور معاكم الفيديو ده عشان اعرفكم ازاي تعرفوا البطه او الفرخه اللي بتاكل البيض لو مدت منقارها في الجير كده واكلت. ماشي يعني اهو. اللي مش هتاكل هتقرف وتبعد، اللي ما بتاكلش هتقرف وتبعد. تمام. انا بس حبيت اوريكم كده معنى كده ايه ان انا عندي فرخه ولا اتنين هما اللي بياكلوا البيض. فحبيت بس ان انا اشارككم التجربه دي. وما تعلقولاش، مش تعلقوا يعني تعليقات سلبيه. يعني انا في مره كنت عامله فيديو بتاع طيور على السطوح فوق، لقيت واحده كاتبالي ايه ده انت سايبه شبشب عيالك على السطح؟ يعني انت سبت الفيديو محتوى الفيديو ومسكت في الشبشب. لا مؤاخذه في الكلمه يعني. فانا بس ايه بحاول ان انا اقول لكم، مش محتاجين ان انا ابرر لكم. اللي متابعني على القناه عارف الظروف اللي عندي. فان شاء الله خير يا رب، وربنا يكبر خاطرنا كلنا. واتمنى لو اكتسبتوا معلومه من الفيديو بتاع النهارده تحطوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا لنا الجرس. وبحبكم في الله، ويا رب الفيديو بتاع النهارده ينول اعجابكم وتطلعوا منه مستفيدين حاجه. انا عماله بس مركزه ان انا اوريكم اهو، اثبت لكم ان في فراخ بتاكل ولا ما بتاكلش كده. لا انا ما عنديش حاجه بتاكل غير يمكن فرخه ولا اتنين. لما تاكل وتشبع وتملى من الجير ده مش هتلط تاني البيض. بيبقى حاجه عندهم حاجه اسمها نقص كالسيوم، وبيتعوض عن طريق الفيتامين الف او ه سيلينيوم. وكده كده انا حاطه لهم، فما اعرفش بقى. فحاولت ان انا اجرب التجربه دي، لو بياكلوا هيروحوا ياكلوا في الجير ده. فكده تمام. نبدا بقى ايه ان شاء الله انزل لكم بالفيديو اللي هو ازاي ننشط عنقود البيض ونخلي الفراخ تبيض معانا بسرعه. دمتم في رعايه الله. نسيت اوريكم طبعا الشكاره اللي انا بقول لكم عليها اهي. تمام. اسمها شكاره جير. بتجيبيها جير مطفي مش جير حي. الجير الحي حامي على الطيور، وغلط كمان ان انت تستخدميه. ده اسمه جير، وجير مطفي بتجيبيه بترشي طبعا منه الارضيه عشان هو مطهر كده كده للارضيه. وما شاء الله يعني لو عندك دوره فراخ وجبتي وخلصتي بروح مطهره بعد ما بطلع الفراخ واذبح الفراخ او ابيعهم، بروح ايه رشه الجير ده. واثناء ما انا بربي فيهم برضو بحط لهم على الفرشه بتاعتهم برضو جير من ده. تمام. الجير ده ممتاز ممتاز. عارفين يعني ايه كلمه ممتاز؟ والله العظيم ممتاز جدا للطيور.